مساء يا صباح الفل. بنسمع كلمة الكروسفيت ومش فاهمين هي ايه اللعبة دي، ونروح اي جيم يقولك ما تيجي تلعب كروسفيت، ما تيجي تمرن كروسفيت. خلينا بقى نشرح هي ايه الكروسفيت بالظبط، وايه الحاجات اللي جوه الكروسفيت من العاب، من ويت ليفتنج، من جيمناستكس، من كونديشننج، او بمعنى صح نقولها زي ما هي من رفع الاثقال، اللعبه اللي احنا بنشوفها وفخورين بابطالنا بيها. عندنا الجيمناستكس اللي هو الجمباز، والتنفسي او الكونديشننج او النفس عموما. اللعبه دي بتتكون من 3 حاجات. اول حاجه زي ما قلنا رفع الاثقال، واحنا هنشوف دلوقتي فيديو او صور بتبين لك ايه هي وعندنا تاني حاجه الجمباز زي ما هيبان قدامك. وتالت حاجه النفس من جري وعوم وسايكل. الملخص كله من الفيديو ده انا عاوز اوصل لكم معلومه هي ايه الكروسفيت، ومحدش يقول لك انت بتتمرن كده. الموضوع مش سهل، الموضوع مش مجرد انت دخلت تلعب شويه فانت بقيت بتلعب كروسفيت. لو انت ما اتمرنتش صح الحركات بتاعتها معقده، ممكن لا قدر الله يحصل لك اصابه، واحنا عايزين نبعد بعيد عن الحته دي. ويبقى في مدربين معتمدين ان هم يدربوك كروسفيت، مش اي حد يقدر يمرنك كروسفيت. خلينا نشرح شرح تفصيلي في كل الحلقات اللي جايه عن كل حاجه عن الكروسفيت، وازاي تقدر تلعبها، وازاي تعرف اذا كان انت بتتمرن في المكان الصح ولا لا، ومع مدرب صح ولا لا، والموضوع بيمشي ازاي بالظبط. وعاش يا وحش، سلام عليكم.